الجحيم نفسه خاف. اتولد شيطان اسمه كزان بعد موت 3 من أكبر الشياطين. سفاك وسعير بيحضروا سيوفهم لجولة تانية، جولة أخيرة هتحدد مين هو ملك عرش النار. بس سعير وسفاك ما خدوش بالهم إن موت الملك و3 من أكبر شياطين الجحيم هيضعف من قوتهم وسلطتهم على عشائر الجن اللي بيحكموها، وكمان هيدي الفرصة لعدوهم اللدود إنه يطمع هو كمان في العرش. في الوقت ده الخبر كان وصل فعلا لعدوهم اللي اتحرك فورا عشان يحقق حلمه الأكبر، إنه يحكم أرض الموتى والجحيم. وسط ضربات سيوف سفاك وسعير الأرض كانت بتتهز من تحتهم. ده مش من قوة المعركة، ده بسبب جيوش كزان. الشيطان الأسود ملك أرض الموتى عايش على رماد الجثث وعذاب الموتى. مجرد ذكر اسمه الرعب بيسكن القلوب، والمرة دي هو جاي بنفسه. دخل كزان المهيب ومعاه جنوده. سفاك وسعير قرروا دفعوا عن العرش، بس فات الأوان. الموت بنفسه واقف قدامهم. وآخر حاجة سمعها سفاك وسعير قبل موتهم صرخة الملك كزان وهو بيقول: مفيش ملك للجحيم، الجحيم هو الملك.